مصر أم الدنيا، بلد الأهرامات وأبو الهول، بلد سينا ونهر النيل، بلد الأزهر والكنيسة. بجانب كل ده مصر قدمت حاجات العالم عايش بيها لحد النهاردة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج فادي برودكشنز. النهاردة هنتكلم عن 10 إنجازات قدمتها مصر القديمة للعالم. الكتابة. عندما استقر المصري القديم على ضفاف نهر النيل اكتشف نبات البردي. النبات ده كان طوله من 7 إلى 10 أقدام. المصري القديم كان بيقطع ساق البردي ويحطه على لوح خشب، ثم يحطه على المية ويسيبه ينشف تحت الشمس. العملية دي قدمت ورق البردي اللي كان المصري القديم بيدون فيها أفكاره ومعتقداته وحساباته اليومية، ده غير الشعر والقصص والملاحم الأسطورية. والفلاسفة اليونانيين اتعلموا الكتابة من المصريين ونقلوها لبلادهم وللعالم كله. أول جيش تنظيمي. كنا في منطقة مليئة بالأخطار، مصر كانت محتاجة قوة تقف ضد هذه الأخطار. في عهد الملك بيبي الأول اتكون أول جيش تنظيمي في التاريخ بهدف توسع المملكة المصرية للنوبة في الجنوب وللشام وللعراق في الشرق. ومع دخول الهكسوس مصر اتعرف المصريين على العجلات الحربية، وده نفس السلاح اللي استخدمه الملك أحمس والمصريين ضد الهكسوس. وأصبح الجيش المصري أقوى جيش في المنطقة ولحد النهاردة. حاليا الجيش المصري في المركز ال14. صدق اللي قال مصر ولادة يا أخي. الهندسة. الأهرامات معجزة هندسية سابقة زمنها، مباني ضخمة فضلت ثابتة لحد النهاردة. بجانب الأهرامات في معبد الدير البحري اللي دفنت فيه الملكة حتشبسوت، ومعبد أبو سمبل اللي فيه 4 تماثيل للملك العظيم رمسيس الثاني، والمسلات المصرية اللي مكتوب فيها أسرار العالم مازال بيكتشفها لحد النهاردة، والعواميد اللي كانت مصدر إلهام للعمارة اليونانية والرومانية. فيثاغورس صاحب علم الجبر وحساب المثلثات اتعلم الهندسة في مصر. التحنيط. السينما على مدار تاريخها عملت أسطورة عن فكرة الموميا، جثة محنطة بتقوم من الموت وبتنشر على الأرض فسادا، ولكن الحقيقة التحنيط كان إكرام للميت. المصريين كانوا مؤمنين بفكرة الحياة ما بعد الموت، وإن الميت ما ينفعش يدخل الحياة الأخرى طالما جسمه المادي فسد، وطبيا كان بيحافظ على الجثة. الطب. التحنيط ساعد المصري إنه يفهم طبيعة جسم الإنسان ويعرف كافة الأمراض والإصابات وطرق تشخيصها وعلاجها ويعمل الأدوية المناسبة. وكان الطبيب المصري مشهور بين الناس والعالم كله، ولنا في الدكتور مجدي يعقوب كمثال. أبو الطب اليوناني أبو قراط اتعلم الطب في مصر، والدستور البريطاني سنة 73 استعان بمخطوطة مصرية قديمة بتحدد طرق الفحص والتشخيص والعلاج لكافة الأمراض. الفلك. نظرا لمناخ مصر المعتدل، المصري القديم كان بيبص على السماء ويتأمل حركة النجوم. لو رحت سينا هتشوف أجمل منظر لنجوم السماء، ولا كأنه طالع من فيلم في الفضاء. أول تقويم سنة. في يوم 11 سبتمبر الموافق 1 توت يحتفل المصريين بعيد النيروز أو بداية السنة القبطية. كلمة توت تنسب إلى إله الحكمة المصري توت، ويوم 1 توت هو اليوم اللي بيكتمل فيه فيضان نهر النيل والفلاح يبدأ يزرع أرضه. وكانت السنة متقسمة على 12 شهر و365 يوم زي التقويم الميلادي. الست تحكم مصر. قبل مارجريت تاتشر وماري أنطوانيت والملكة إليزابيث الأولى كان في ملكات زي حتشبسوت ونفرتيتي ونفرتاري وكليوباترا وغيرهم. الفكر المصري القديم كان شايف إن الست قوية زي جوزها طالما اتجوزت من الراجل الصح. الفن. قبل عتاولة الفن زي ليوناردو دافنشي وفان جوخ وبيكاسو ومايكل أنجلو، المصري القديم نقش على الحيطة رسومات بسيطة في تكوينها ولكن عميقة في تفاصيلها. رسومات بتبين حياة المصري القديم اليومية، والشخصيات
كانت بتترسم بالحجم حسب مكانتها في المجتمع، سواء ملك أو كائن أسطوري. واليونانيين اتأثروا بالاتجاه المصري في الرسم. بالنسبة بقى للتماثيل، المصري القديم أبدع في تصميمها، بداية من الطول والعرض لحد تفاصيل الوش. هتلاحظ إن وشوش التماثيل شبه شخصيات مصرية مشهورة، ولنا في سوسن بدر وشريهان كمثال. أول دولة متحدة. برغم من وجود حضارات قديمة زي العراق القديم واليونان القديمة، إلا أنهم ما كانوش دول متحدة. العراق القديم كان خليط من حضارات زي الحضارة السومرية والحضارة الأشورية والحضارة البابلية، واليونان كانت مجموعة من الممالك زي مملكة أثينا ومملكة سبارتا. حدود مصر الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية ما اتغيرتش منذ توحيدها على ايد الملك مينا لحد النهاردة. أعزائي المستمعين، انتهت حلقة النهاردة. انتظرونا في حلقات قادمة.